السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا نحكيو عن موضوع آخر. لماذا النادي الأهلي السعودي لم يعلن بعد عن صفقة انتقال رياض محرز من مانشستر سيتي إلى أهلي جدة؟ بون، كاينة مفاوضات بين رياض محرز ونادي الأهلي السعودي. محرز حط بند في العقد تاعو انه كون يطيح كون يسقط الفريق ولا الفريق يلعب على المراتب الأخيرة يكلاسي مع لي زيكيب الآخرين، مع الأندية الأخيرة، يفسخ العقد من طرف واحد. هذا هو الشرط اللي يطول الإعلان عن الصفقة رسميا. رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، والإعلان عن الصفقة سيكون مساء اليوم الأربعاء. اليوم في الليل سيعلن النادي الأهلي السعودي عن استقدام رياض محرز من نادي مانشستر سيتي إلى نادي الأهلي السعودي مقابل 35 مليون يورو. أما فيما يخص مستقبل بلال الإبراهيمي، هناك اهتمام كبير من نادي إشبيليا ونادي تروا الفرنسي ونادي بريست. الأقرب للظفر بخدمات بلال الإبراهيمي هو نادي إشبيليا. إن شاء الله تم هذه الصفقة لبلال الإبراهيمي، يذهب للدوري الإسباني، دوري قوي، وزيد على هذا يلعب دوري أبطال أوروبا، بما أن نادي إشبيليا فاز بالأوروبا ليج. إن تمت الصفقة فسيلعب بلال الإبراهيمي شامبيونز ليج مع نادي إشبيليا.